السلام عليكم، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال وافضل يا رب ان شاء الله. صراحه غبور هاتي شحال هاتي وانا ما بقيتش لحت شي فيديو ولا شي حاجه. والله الا البنات غير العكس، عندي فيديوهات مصورين غير باش انني نمونطي، ما عنديش ليهم الوقت. المهم هنايا قلت نشارك معكم البنات واحد الكيك بالحامض صراحه اللي كتجي منعشه، وديال هاد السخونيه هادي وكتجي رائعه وبنينه البنات. جربوها ونتاكد غادي تعجبكم، وما تنسونيش بواحد لي جيم دابا تبارطاجوا لي الفيديو ديالي مع الحباب ديالكم. دابا ان شاء الله غادي نبدا معكم المقادير والطريقه ديال هاد الكيك هذا. بالنسبه لنا درت فيها هنايا بيضه، ودرت فيها واحد الساشيه ديال الفاني، وغادي نحاول انني نطلع هذيك البيضه وداك الساشيه ديال الفاني مزيان حتى كيولي تغير اللون ديال هذيك البيضه، تيولي شويه داك بحال ما غادي يولي ابيض. ومن بعد كنبدا نضيف الاضافات الاخرين. غادي نضيف تقريبا 5 المعالق ديال الزيت. بالنسبه للبنات انا بغيتها تجيني غير صغيره، داكشي علاش درت هاد المقادير. تقدروا نتوما تضاعفوا المقادير، ديروا كاس او نص كاس ولا ربع كاس، شوفوا نتوما على حسب المول ولا على حسب سميتو باش وتجيكم خفيفه وزوينه البنات. انا راه هاد المقادير اللي درتهم ومع ذلك درتها في واحد المول صغير وجاتني طالعه ومنفوخه كما غتشوفوا معايا. وبالنسبه للسكر صنيده على حسب الذوق، اللي باغي الحلاوه يدير يكتر، اللي ما باغيهاش تكون حلوه ما يكترش. انا درت 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، ودرت 5 المعالق ديال الزيت، وبيضه، واحد ساشيه د الفاني. هانتوما تبعوا معايا مزيان. وانا كندير وكنحاول كنطلع دوك المقادير، كنبقى كنطلع دوك المقادير مزيان باش ما طلعتهم، باش ما كتجيني الكيك ناجحه. ومن بعد البنات غادي نضيف الحليب. انا حاولت نعبر لكم هذوك 5 المعالق شحال كيسواو ليا بالكاس، يعني كيعطوني نص كاس، ما واصلاش نص كاس، حيت درت 5 المعالق ديال الحليب عطاوني كما قلت لكم ما عمرش نص كاس، ما كاملش. انا عاوز كنقولها لكم صافي. تا هو كنخوي على داك الخليط وكنحاول انني كنطرب، تا هويا كنبقى نطرب. من بعد البنات ما طلعت هذاك الحليب حتى هو اللي خلطته مع الخليط اللي دوك الاضافات. هنايا غادي ناخذ واحد الساشيه ديال الخميره ديال الحلويات. هنا غادي ندير غير النص، لان عندي هنايا هاد الساشيه فيها كتوزن 15 غرام، يعني كديروا غير وحده فقط، اللي كديروا ديال فئه 7 غرام او 8 غرام صافي. من بعد كنضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق هنايا نتوما كتشوفوا كنضيف بالمعلقه، ضفت 10 المعالق ديال الدقيق، تقريبا كاس وربع. ومن بعد كنخلط هذاك الدقيق حتى هو بالنسبه للخليط غادي يجي شويه خفيف، ما يجيش ثقيل وما يجيش عاوتاني جاري بزاف. يعني ملي كتحاولي كتهزي كتكتبي ديك 8، يعني كتكتب لك هنايا في الاخير ضفت القشور ديال الحامض صافي. حاولت نخلط هذوك سميتو، ودرت الخل حتى هويا باش كما كنعرفوا بان الخل كيساعد الكيك على كتولي هشه وكتجي منفوخه، حتى هي كيساعد على داك بحال كيعطي دوك الثقوب، كتجي من الداخل خفيفه. داكشي كنديروا الخل صافي. من بعد كناخذ المول ديالي كدهنيو بالزبده وتطرشيه بالدقيق اولا بالزيت وتشرشيه ولا تفرشي ليه البابير اللي يعجبكم. واي مول بغيتو تستعملوا انا استعملت هذا داك العادي، وصراحه في قطر صغير اللي استعملت صافي. كتشعلي الفران، انا كنت درتو كيسخن من قبل صافي كنشعل ليها. بالنسبه انا عندي هنايا ديال المروحه كنشعل عندي واحد السيستيم كنشعل ديال الكيك، يعني كيتشعل من الفوق ومن التحت وكنعطيها بالوقت. بالنسبه اللي عنده فران عادي راه كيشعل ليها من التحت حتى كيبدا كيدخلها الطيب، عاد كيشعل لها من الفوق. واللي ديال بالنسبه للفران الكهربائي العادي اللي كنستعملو داك اللي تيكون صغير، انا بزاف هكا اللي كانت طريقه الطياب ديالي كندير في الكيك وكيكون ناجح. كنديرو كيسخن وكنخليه حتى منين كيسخن كنطفي ليه من الفوق، كندير الكيك ديالي كنخليه تقريبا واحد 5 دقائق. الا كثرت 10 دقائق كنعاود نشعل ليه من الفوق وكنخليهم كيطيبوا في نفس الوقت من الفوق ومن التحت. صافي. هنا من بعد خليت الكيك ديالي كطيب كندوز هنايا باش نوجد الكريمه ديال الحامض. استعملت هنا بيضه، كندير واحد القبيصه ديال الملحه، شويه د الملحه رشيشه، القشور ديال الحامض،
وكندير سكر سنيده. بالنسبه لبنات السكر سنيده راه كما كنقول لكم دائما على حسب الذوق. هنا درت 2 معالق، ولكن عندي المعالق معلقه، يا معلقه راه معلقه كبيره. وغادي قلت لكم غنحاول انني غادي نخلط هذيك البيضه مع هذيك السكر سنيده مزيان، غنحاول نخلطهم. ومن بعد كما تشوفوا راه عندي القشور ديال الحامض، وعندي كاس ديال الحامض اللي صراحه خلطته بشويه ديال الماء، يعني ما كانش كامل عندي بكاس كامل، ولكن عندي انا داك الحامض بلدي، يعني تيكون مزيان. راكم الا عرفتوا الحامض البلدي راه تيكون زعما حامض نيت. وزدت شويه الماء باش كملت الكاس. صافي كنحاول انني كنخلط، وغادي نضيف معاهم معلقه ديال نسا، وكنحاول انني كندمج العناصر مزيان مزيان كما كتشوفوا حتى على البارد حتى كتذوب ليا هذيك نتايا، يعني ما كيبقاوش فيها دوك الحبيبات. وهذا عاد كنضيف القشور تا هما ديال الحامض كنضيفهم، خليت واحد شويه ابار على حسب باش نزين بهم الكيك. ومن بعد غادي نضيف عليهم تقريبا نيت واحد ربع نص كاس تقريبا ديال الحليب، ما نص كاس تاع الحليب. صافي من بعد نديرهم على النار حتى كيبدا كيعقد ليا بحال هكا نتوما كتشوفوا. صافي هنايا خرج الكيك ديالي كما كتشوفوا، هي كما خرجت ليا راه محمره تبارك الله. هنايا لان مشتها نفخات ليا بزاف، هذه كيبقى اختياري. انا كنت معوله غنديرها غير من الفوق، ومنين شفتها طلعات ليا تبارك الله جات واحد الكيك شهوه منها. قلت لكم طلعت بزاف غير مع التصوير والكاميرا وهكا، يعني من الفوق ما بانش السمك ديالها. حاولت انني نقسمها من الوسط ونعمرها بالكريمه من الداخل، ونعاود ندير هذاك الطرف الثاني، ونعاود عاوتاني نغطيها بالكريمه. راه كتجي البنات والله غير جربوها، راه كتجي بنينه ورائعه في المذاق. وكتقدر تصبر عندكم حتى ل3 ايام في الثلاجه، كتبقى ما كيخسر ليها والو، كتبقى هي كما كتشوفوا. ضفت هنايا في الوسط ديال هذيك الكيك اللي قسمت الكريمه ديال الحامض ديالي. ومن بعد غنرجع هذاك الطرف الاخر، وغادي نضيف من فوق منها الكريمه، ونحاول انني غادي نزوقها بهذاك القشور د الحامض وبطريفات ديال الحامض من طبيعه الحال. البنات ونسيت ما قلتش لكم بانني راه سقيتها منين خرجتها من الفران، سقيتها بواحد شويه ديال الحامض، يعني كان الحامض اللي معصور سقيتها به واحد شويه. وهذا هو الكيك ديالي كيف كيجي صراحه كيجي بنين. انا البنات مع ديك الكريمه كتجي لذيذه، عرفتي راه ما كتسخيش بها. وانا داك النوع اللي ما كنكثرش الحلاوه بزاف، يعني كتقدري تاكلي فيها حتى 3 4 طروفو وانتي زعما ما كتكامكش ولا ما كتقدركش هذيك الحلاوه. حاولوا باش ما قللتوا السكر في الكيك او في سميتو، باش ما كيجوكم مزيانين حتى في الماكله. بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه ناقصه، فعلا الاغلبيه دابا وليت كنلاحظ الناس بزاف ما كياكلوش الحلاوه، واللهم هكا. صراحه راه كتجي هاد الكيك فنه، وجربوها وردوا عليا الخبر في لي كومونتير. حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه عليكم.